طبعا انت بتعمل روم كده. طب ايه رايك لو جينا عملناها كده؟ تعالى اقول لك تعملها كده ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم النهارده شويه تريكات كده نعمل بيها الرومز في الريفت، نطلع بيها الدياجرام اللي احنا كنا لسه عارضينه، واللي لو جينا رتبناه تحت بعضه كده هيبقى بالشكل ده. طبعا فيديو النهارده هو مش ادفانسد قوي، ولا هو برضو بيجنرز. هو بس انا يكفيني ان انت تكون بتعرف تعمل رومز وبتعرف تدي للرومز دي الوان. برضو هراجع شويه معلومات بسيطه كده، ولكن الفكره كلها ان انا اعمل برزنتيشن كويس باستخدام الرومز، بما ان عندي في الموديل اصلا رومز. لان ممكن حد يجي يقول لي ما انا ممكن اعملها بالفيلد ريجن مثلا واحط سوليد والكالرز بتاع. انت اوريدي عندك في الموديل رومز، تمام. واحنا قلنا قبل كده احنا بنشتغل بيم، يعني اي موديل انت بتعمله ان شاء الله لاين حتى هو شايل انفورميشن، فليه ما استخدمش الانفورميشن دي؟ فتعالى كده النهارده هندردش كده نشوف احنا الموديل بتاعنا ده. طبعا ده موديل كابانا زي ما هو، انا بس يعني ايه طورت عليه شويه كده، طولته، عملت هنا بيدروم وحمام صغير، كيتشن مفتوح على الليفنج روم او الليفنج اريا. يعني حاجه بسيطه، يعني مش حاجه كبيره. وعندي هنا الديك المعتاد بتاعنا والفرونت يارد بتاعتنا. مبدئيا بس حابب اقول لك ان انا استغليت شويه موضوع الديزاين اوبشن، وده ممكن نبقى نفرد له فيديو لوحده بعد كده. لكن انا بس عملت كذا مقترح ان انا لو عندي حفله يبقى الدنيا عندي شكلها عامله ازاي، في مثلا ناس جوه وحد بيمشي جوه، ضيوف بقى اصحاب بيت مش هتفرق. وعندي بره ناس في كوميونتي هنا بيتكلم، في هنا اتنين بيكلموا بعض، حد هنا ده بيتكلم وبيشاور الاتنين دول، هنا تقريبا بتاعت البنت او حاجه. المهم في كوميونتي كده، وفي يعني زي جاذرينج كده، الناس متجمعه. وعملت اوبشن تاني للانتيرير بتاع الليفنج اندور، ان مثلا ست البيت مثلا واقف في المطبخ، وفي هنا حد راجل بيشوف حاجه ومتحمس ليها جدا على التلفزيون او حاجه، وكده تبقى تضيف برضو الكمية اللي انت عايزها. فانا برضو عايز ابين ده في دايجرام، ان انا لما ابقى عندي الليفنج اقول والله ان انا الكيتشنت مفتوح على الليفنج روم، وده بيعمل الكوميونتي بالشكل الفلاني. لما يبقى عندي جاذرينج، ازاي ان انا اقدر استفيد من الليفنج روم مع الفرونت يارد بتاعتي. وبرضه في نفس الوقت عملت حاجة كده للبيدروم، ان انا والله البيدروم دي انا خاصة جدا وفي اخر الكابانا كده بتاعتي، وقريبة جدا من الباثروم وبعيدة عن الممر بتاع العامة، وقريبة برضه من الكيتشن والكلام ده كله. وعندي هنا الاوبشن اللي هو المين موديل بتاعي، انا شخص واقف قدام على الديك والدنيا فاضية، خلاص بقفل وأقوم اروح يعني. طيب انا عايز اعرض الحالات المختلفه دي. ده لوحده ده دياجرام يستحق ان انا ابتدي اعرضه في الديزاين بتاعي. لو انا عندي يعني كيس كده او كيس شبه كده، الموضوع كله ديزاين اوبشن لبعض الاليمنتس اللي بتبين حركه الاشخاص في السبيس ده. فتعالى كده نشوف احنا هنعمل ايه. مبدئيا احنا اتعلمنا ازاي ان احنا نعمل برزنتيشن حاجه زي كده. انا بس بدلت اللون الازرق بتاع الفيديوهات اللي فاتت بلون جراي بس فاتح، عشان ما يبقاش التركيز على المودلز او العظم بتاع المبنى، يعني زي ما بيقولوا. وعندي هنا عفوا، وعندي هنا ده الديزاين الاساسي، او ده الموديل الاساسي يعني، او اول بيج في الدياجرام او في البرزنتيشن بتاعي، ان انا كاتب كبانه وكاتب كلمتين عنها وسايب الدنيا فاضيه. طيب انا بقى عايز ابتدي احط ليجند. طبعا انت لو جيت حطيت كلمه انوتيت هنا، جيت حطيت كلر في الكلر في الليجند بتاعتك بتاعه الرومز، وتختار من هنا مثلا النيم، وهقول له اوكي. خلاص، هو ده الشكل المعتاد بتاع الرومز عندنا يعني. وفي الوان كمان بتبقى اسوأ من كده لو انت سبتها ريفت جنريتد يعني. ولكن الحقيقه انا بستخدم كده ويب سايت لطيف اسمه كولرز، ده تبع ادوبي بالمناسبه. بتقدر ان انت تجيب منه باليتس بتاعتك، تعمل اكسبلور وتشوف الوان
ممكن تكون مناسبه بالنسبه لك، نقي منها اللي انت عايزه وبيطلع معاك برزنتيشن شكله كويس. طيب انا نقيت الالوان دي، ممكن تكون هنا مش متناسقه، لكن لما تظهر كل واحده لوحدها كده هتبقى متناسقه جدا يعني. طيب عايز اعمل ايه هنا؟ انا مثلا دلوقتي عايز ابتدي باول دياجرام عندي، الا وهو موضوع البيدروم ده. طيب البيدروم ده انت هتعمله ازاي؟ خليني كده اقفل ده الجينيريك اهوت. ماشي، دي مش محتاجة خلاص، انا اصلا من غير ما احطها ممكن ان انا اسلكت الكالر سكيم من عندي. انا عندي مثلا حاجة اسمها نيمر، ده فيها كل الايه الكالرز بتاعتي. طيب انا عايز ابين البيدروم بس، بروح جاي هنا على النيم دي، خلاص دي الاساس بتاعتي، وهروح اعمل منها، اجيبها بس كده واقول له دوبليكيت دي، هقول له دي نيم ولكن خاصة بالبيدروم بس. تمام، خاصة بالبيدروم. عايز ايه برضو؟ شايف انت القائمة اللي اسمها فيزيبل دي؟ انا هشيل منها كل حاجة وهسيب بس البيدروم بتاعتي هي اللي تبقى ظاهرة. اقول له اوكي، خلاص هي البيدروم بس هي اللي ظاهرة. تمام. طبعا ده مش محتاج اقول لك ان ده بيقسم عن طريق النيم، ممكن تقسم عن طريق اي بارامتر تاني، ولكن خلاص ده كده بقى البيدروم بتاعي. طيب ايه تاني محتاج اعرضه هنا؟ محتاج ان انا بالفي في اقول له والله انا عايز في الديزاين اوبشنز، انا عندي هنا ده ايه، ده خاص بالبيدروم، يبقى انا هحط الديزاين اوبشن بتاع البيدروم بتاعي واقول له اوكي، بدأ يظهر لي الاشخاص. عايز بعد كده ابين ان انا والله التحركات بتاعه الكلام ده اللي انا هبقى كاتبها، مثلا عندي كلمتين كاتبهم عن البيدروم وليكن الكلمتين دول، فعايز اقول له والله البيدروم دي كوزي، فالدنيا فيها جميله، وعايز اقول له ان هي قريبه من الباثروم وقريبه من الكيتشن وقريبه كمان من الخروج. فهتعمل كده ازاي؟ ابسط طريقه خالص ان انت بس هتجيب ديتيل لاين، والديتيل لاين ده احنا محتاجينه. انا عامل هنا باث عندي اسمه جرين باث، واقول له والله انت بتتحرك مثلا من هنا لهنا بكل سهوله، واقول له والله برضو انت عندك فرع تاني ان انت، او طريقة حركة تانية يعني، ان انت بتتحرك كده. وعندك برضو حركة تالتة، الا وهي ان انت ممكن تخش المطبخ كده. بس دول الثلاث حركات بتوعك. ممكن تيجي هنا مثلا وتخلي دول بالاوفر رايد كده، تخليهم هاف تون، واقول له والله اوكي، ده على اساس ان ده مسار الحركه الرئيسي بتاعك ودول الايه الفرعيين. ماشي، انا كده خلاص خلصت البيدروم بتاعتي. طيب تعالى نشوف نقدر نعمل ايه تاني. هاخد دوبليكيت من ده الجينيريك بتاعي دوت، اقول له دوبليكيت، والله دوبليكيت زي ما انت، وهسميك مثلا ده هيبقى زون بي مثلا. تمام، الا وهو الليفينج كيتشن. تمام، فالليفينج كيتشن دوت انا هاجي هنا هقول له معلش خد لي دوبليكيت كمان من ده، واقول له بدل ما انت اسمك بيدروم هقول له انت اسمك ليفينج كيتشن. ليفينج كيتشن ده انا مش عايز اظهر فيه البيدروم، انا عايز اظهر فيه الكيتشن والليفينج روم، واقول له اوكي. بس ظهر لي الاتنين دول. طب بالنسبه للديزاين اوبشن برضو بتاعي، لا الديزاين اوبشن بتاعك في حاجه زي كده هيبقى الليفينج اندور، واقول له اوكي، خلاص هو ظهر لي الاشخاص بتوعي. طيب هل في هنا حركه او حاجه انا عايز اظهرها؟ لا، انت مش عايز تظهر حركه على قد ما انت عايز تظهر مجال رؤيه او كونكشن او حاجه زي كده. ممكن تظهر زي كده ازاي؟ أم، بتقدر ان هي مثلا كونكت مع الرجل ده، ان انا مثلا باجي هنا كده بتمشى بروح اقعد هنا مثلا. ماشي، ده ممكن على فكرة اختاره بالجرين لاين برضو، جرين باث. تمام، وممكن اضيف شخص برضو، وممكن برضو اقول له تعالى انا عندي هنا شخصية ست قاعدة تقريبا اهي. هاف تون مثلا، اوكي. وممكن اخليها ترانسبيرنسي كمان
من غير هافتون ماشي، على اساس ان دي ممكن تيجي تروح تقعد هنا. وبرضو هضيف كلمتين يقول ان ده الليفينج روم وقد ايه الليفينج سبيس دوت ما بين الكيتشن وما بين الليفينج وهكذا، زي كده الاندور لايف ستايل اهوت وكلام عن الموضوع ده. نفس الفكرة بالظبط ان انا مثلا ممكن اجي هنا كمان اقول له والله دوبليكيت، تعالى انا هكلمك بقى عن الجاذرينج. في حالة الجاذرينج احنا بنعمل ايه؟ زي ما اتعودنا بقى، تعالى ناخد ده جاذرينج مود. انت بقى هتبقى محتاج ايه؟ هتبقى محتاج الكيتشن مش قوي، هتبقى محتاج الليفينج روم، وهتبقى محتاج الفرونت يارد. خلي بالك انا عامل الفرونت يارد من ضمن الرومز. وتعالى نشوف كده ابلاي، هتبقى محتاج كمان معاك الترس ابلاي. وخلي بالك انا تعمدت هنا ان انا اخلي الالوان بتاعت الثلاثه سبيسز دول كتدريجه، عشان برضو نحافظ على فكره ان ده اندور والاتنين دول اوت دور، ده سيمي كده ما بين هنا وما بين هنا وفي النص، فما عملتهمش الوان مختلفه علشان يبقوا كلهم يعني في تناغم ما بينهم كده، او في تدرج بصري ما بينهم كده. طيب وتعالى نخلي بقى الديزاين اوبشن بتاعي اوت دور. اوكي، وساعتها هشيل ده من هنا. ماشي، ظبط معايا. اوكي، هجيب برضو شوية كلام اكتبهم تحت. تمام، ازاي بقى ارصهم تحت بعض؟ تعالى نرص الشيت. احنا نجيب شيت كده، هبتدي اسحب الفيوز بتاعتي جوه الشيت. انا اوريدي كنت عامل الشيت دوت في الاول اللي كنت وريتهولك، وبقى عندي الدياجرام بالشكل ده. ده ما فيهوش اي رومز خالص باينه يعني ككلر فيل. هنا الكلر فيل لاوضه واحده مع شويه دياجرام للحركه. هنا كلر فيل لغرفتين. هنا الكلر فيل للسبيس بتاع الاوت دور. المره الجايه ان شاء الله نشرح استخدام برضو اخر للرومز، ولكن بقى على مستوى الماستر بلاننج، وساعتها هنستخدم بارامترز اكتر من موضوع النيمز. بس هو ده كان تمهيد ان انا ممكن استخدم الرومز بطريقه كرييتيف شويه وبريزنتبل شويه. اتمنى الفيديو ده يكون افادكم. الخطوات كانت سريعه. ممكن لو في اي مشكله او اي حاجه عايز تستفسر عليها ممكن في الكومنتس، او ممكن تبعت لي بشكل برايفت على السوشيال ميديا اكونتس بتاعتي. اتمنى دعمك باللايك والشير، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش او شايف في حاجه ممكن تتحسن يا ريت تكتبها لي. شكرا ليك، واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله.